بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كورة كل يوم مع مؤمن وأخبار جديدة عن أكبر قلعة رياضية في مصر وبطل أبطال أفريقيا نادي الزمالك. لما اتسأل السيد عادل القيعي رئيس شركة الكورة في النادي الأهلي عن إمام عاشور وقصة إنه شتمكوا وإزاي بعد ما شتمكوا مسح بيكوا البلاط خدتوه في النادي، فرد بمنتهى البساطة: أنا مش مسؤول عن أخلاق اللاعب لما يكون عندي الجيران، إنما لما يكون عندي أنا وأنا اللي أربيه أبقى أتسأل عنه. ومن ساعتها وعينك ما تشوف إلا النور. خناقه مع زمايله، خناقه مع مدير الكوره، خناقه في المول ووصل الموضوع لاقسام ومحاكم وفضايح، وخناقه مع واحد معرفوش في فرح واحد من اللعيبه الخير اللهم اجعله خير كان بيبص لمراته، واخرها اشاره لجمهور النادي الاهلي: هس اسكتوا. كل ده من بعد ما انتقل لقلعه الاخلاق والفضيله والمبادئ اللي واخده كل الكلام ده اكسكلوسيف حصري ليها هي بس. خلينا نبدا فيديو النهارده، ولكن قبل ما نبدا ادعموا الفيديو بلايك وشير، اشتركوا في القناه، فعلوا علامه الجرس، ويلا بينا على اول الاخبار. طبيعه اصابه احمد الجفالي واللي اعلن عنها نادي الزمالك وعن تفاصيلها. اللاعب التونسي احمد الجفالي لاعب الزمالك تعرض لاصابه خلال مباراه انبي، وكانت المؤشرات بتتحدث عن ان الاصابه اصابه في العضله الخلفيه. الفحوصات اثبتت ان اللاعب اصيب بتمزق في العضله الخلفيه، اصابه تحتاج الى وقت طويل بعض الشيء للتعافي والعلاج ومن بعدها التاهيل. اللاعب سيغيب لفتره لن تقل عن اسبوعين الى 4 اسابيع. بيان من نادي الزمالك اكد ان اللاعب سيتم تجهيزه للعوده للتدريبات في اقرب وقت ممكن بعد تجهيزه بالشكل الامثل. وانا الكلمتين اللي هعلق بيهم على الخبر دول والله ما اقصد بيهم اي حاجه، ولكن انا فاكر ان محمود بن طايج لعب مره كجناح شمال فاصيب اصابه بالغه، وكنا بنلعب في افريقيا كونفدراليه وغاب من بعدها لوقت طويل. وبعدين محمد حمدي لعب كجناح شمال فدخل فيه حارس طلائع الجيش واتكسر له ضلعين وركن على جنب. احمد الجفالي الزمالك جايبه عشان يلعب جناح شمال فاصيب بتمزق في العضله الخلفيه وهيغيب تقريبا لمده شهر. وحكايتك عن مصطفى شلبي. احمد فتوح ظهير ايسر فريق كرة القدم في نادي الزمالك واللي كان غايب مؤخرا عن تدريبات الفريق ومباريات الفريق بسبب معاناته من التهابات على مستوى الركبة، وكان بيخوض برامج تأهيلية وتم استبعاده طبعا من مباراة انبي الأخيرة. احمد فتوح عاد للتدريبات وشارك في التدريبات الأخيرة بعد فوز الزمالك طبعا على انبي بثلاثية نظيفة. شارك احمد فتوح في التدريبات التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي عقب الاطمئنان على حالته من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. بيسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب للتواجد في المباريات القادمة بداية من مباراة مودرن سبورت في دور ال 16 من بطولة كاس مصر بإذن الله. مباراة مودرن سبورت القادمة في بطولة كأس مصر قد تشهد وبنسبة كبيرة جدا منح محمد صبحي حارس مرمى الفريق الفرصة خلال تلك المباراة. الزمالك قرر استمرار التدريبات يوم الأربعاء عقب الفوز على فريق انبي في مسابقة الدوري بثلاثية نظيفة، وفي أثناء التدريبات دي واضح تماما أن محمد صبحي هيكون هو حارس عرين الزمالك في المباراة القادمة أمام مودرن سبورت في بطولة الكاس. يعني هو تقليد موجود في أندية كتيرة جدا ان حارس مرمى بيكون للدوري ودوري الابطال او البطوله القاريه، وحارس اخر بيكون للبطولات زي كاس مصر وزي كاس الرابطه. بعد نهايه الدور الاول من مسابقه الدوري خلاص كل الفرق لعبت 17 مباراه الخاصه بالدور الاول. هيتم تقسيم فرق الدوري لمجموعتين، مجموعه من الاول للتاسع ومجموعه من العاشر حتى ال 18. المجموعه الاولى هتلعب على لقب الدوري والمجموعه الثانيه هتلعب على الهروب من الهبوط. المجموعه الاولى هيكون فيها بيراميدز والاهلي والزمالك والمصري والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو بتروجيت وحرس الحدود، دول بترتيبهم كده. المجموعه دي هتطلع تلعب مع بعض ولكن بنفس الترتيب وبنفس عدد النقاط. من العاشر وحتى ال 18 هيلعب كل من زد طلائع الجيش سموحه الاتحاد السكندري الجونه غزل المحله الاسماعيلي انبي فيوتشر على الهروب من الهبوط. توقعاتكم يا زملكاويه مين بطل الدوري ومين الفرقتين اللي هيهبطوا الموسم ده؟ ملاعب مباريات الدور الثاني. الملاعب دي اللي هيلعب عليها الزمالك مباريات المرحله النهائيه من الدوري المصري. مباراه الزمالك وبيراميدز هتكون على استاد القاهره، مباراه الزمالك والاهلي هتكون على استاد القاهره، مباراه المصري والزمالك هتكون على استاد برج العرب، مباراه البنك الاهلي والزمالك هتكون على استاد القاهره،
مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك استاد المقاولين العرب، الزمالك وفاركو استاد القاهرة، حرس الحدود والزمالك برج العرب، بتروجيت والزمالك استاد الكلية الحربية. معظم مباريات الزمالك في القاهرة سواء استاد القاهرة أو الكلية الحربية أو المقاولين العرب. أنتظر جماهير نادي الزمالك وبكثافة كبيرة جدا تقف في ظهر الفريق وتدعم الفريق لآخر لحظة، مفيش أي حاجة بعيدة. المعلق الرياضي الشهير محمد فوزي صاحب مقولة للصبر حدود الزمالك كتب عبر حسابه على اكس: مباراة ما بين الزمالك ومودرن في كأس مصر لا يوجد أي سبب مقنع لإقامتها بدون جمهور، وبعد ذلك يتحدثون بكل بجاحة عن نجاح المنظومة والسعي للتشفير. أنا متضامن بنسبة 110% مع الأستاذ محمد فوزي في الكلام اللي هو بيقوله، وزي ما قلنا رأينا في قصة التشفير قبل كده هنعيده تاني. قدم لي منتج محترم الأول وبعدين فكر في قصة التشفير. قبل بداية تدريبات يوم الأربع اتكلم جوزيه بيسيرو مع لاعبيه، هنأ الجميع بالفوز على إنبي وطلب الجميع بنسيان اللقاء والتركيز في اللقاء القادم أمام مودرن في كأس مصر. بيسيرو أشاد بمستوى اللاعبين جميعا في اللقاء وطلب الجميع بمواصلة الانتصارات في هذه الفترة والبداية من مباراة مودرن في بطولة الكأس، والتي بالطبع لا تقبل القسمة على 2 لطبيعة مباريات الكأس كما هو معروف. وطلب الجميع بغلق ملف الدوري والتركيز في كأس مصر لاستمرار سلسلة الانتصارات التي بدأت في مباراة إنبي بعد سلسلة من التعادلات السابقة. ثم شرح بيسيرو بعض التعليمات الفنية التي سيتم تطبيقها في الميران استعدادا لمباراة يوم الجمعة. تحذير من دلوقتي: مباريات الكاس لا طالما تشهد مفاجآت، والنبي احنا مش عايزين مفاجأة عشان نكمل الشهر الكريم على خير. بيستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس للحديث عن بعض الأمور اللي بتخص النادي. المؤتمر هيكون في مقر النادي بتواجد لجنة التخطيط لمناقشة العديد من الأمور اللي بتخص نادي الزمالك ومن ضمنها خطة تطوير كرة القدم. سيتم شرح خطة التطوير التي تهدف إلى إعادة الفريق إلى مساره الصحيح في الفترة القادمة للمنافسة على البطولات التي يشارك فيها نادي الزمالك. من كام يوم محمد أشرف رؤى اتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات متأخرة. من بعدها محمد عبد الغني اتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات متأخرة. تعالوا اقول لكم مين اللاعب الثالث اللي تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة. عمرو السيسي. اللاعب تقدم بشكوى الى اتحاد كرة القدم ضد نادي الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته منذ ان كان لاعبا في الابيض. مصدر في اتحاد الكرة اكد انه سيتم بحث الشكوى مثلها مثل باقي الشكاوى وسيتم اصدار قرار فيها وفقا للوائح. اللي يغيظك مش في اللعيبه بتقدم شكوى، اللي يغيظك في انها لعيبه ما لعبتش كوره اصلا في الزمالك، هي كانت بتلعب حكشه بيلي مسافات طويله اي حاجه تانية ملهاش اي علاقه بكره القدم، وبعد ما مشيوا جايين يطلبوا بفلوس. والله العظيم ده الزمالك هو اللي لازم ياخد منكم فلوس عشان الناس عرفتكم نتيجه انكم لعبتوا في الزمالك، اكتر من كده مفيش. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب، البطولة اللي أصبحت تقام منذ النسخة الماضية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم. الفيفا أعلن إقامة النسخة القادمة في دولة قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 ديسمبر. البطولة تحت اسم كأس العرب فيفا قطر 2025 سوف تكون على هامش الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب كانت أيضا في دولة قطر ديسمبر 21 وحققت نجاح كبير جدا توج بها المنتخب الجزائري في النهاية. وفي النهاية بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.